الماميز اللي زي حالاتي اللي بيشتغلوا وبيقعدوا ساعات طويلة بعيد عن ولادهم، سايبينهم بقى عند حد من قرايبنا او سايبينهم في الحضانة. عايزة اقولكوا كده على حاجة بسيطة انا بقيت بعملها مؤخرا، لاحظت ان هي بتفرق في نفسية نوح ابني اكتر، فقلت ايه اشاركها معاكم. وانا راجعة من الشغل عشان اخد نوح، لازم قبل ما اتحرك بقدر الامكان ادخل التويليت اصلي، اخلي معايا وايبس قبل ما اطلع البيت كده، وانا في الاسانسير اقوم ماسحه وشي كويس، امسح ايدي، بحيث ان انا ايه اكون نظيفه، اللي هو نوح اول ما يشوفني خلاص انا لنوح، بس مش محتاجه بقى اقوله لا استنى انا ايدي مش نظيفه هدخل اغسل ايدي الاول ومش عارف ايه. انا ساعات لو طولت قلع الجزمه بره باب الشقه قبل ما يشوفني ببقى عايزه اعمل كده، انه فعلا هما بمجرد ما بيشوفونا اللي هو ياه اخيرا ماما جت، والاستقبال اللي احنا بنستقبلهم بيه وناخدهم في حضننا وانا جيت ووحشتني ومش عارف ايه، هما بيبقوا مستنيينه جدا، ده ماما وحشاني وسايباني بقالها كتير. فبمجرد ما تدخلي واللي هو لا هغسل ايدي الاول ثواني هعمل كذا هعمل كذا، هما بيحبطوا، بيتضايقوا اللي هو انتي مش وانا ما وحشتكيش، مامي مش عايزاني. والاطفال بتبقى حساسه قوي. فهي تريك بسيطه، بقدر الامكان حاولي تخلصي كل حاجه بره، يعني انتي مثلا صلي، لو هتاكلي لو هتعملي اي حاجه خلصيها وانتي في الشغل، وتريك الوايبس دي على طول وانتي في الاسانسير، نضفي ايديكي نضفي وشك، بحيث ان انتي ايه اول ما ابنك يشوفك خلاص انتي بتاعته هو، بس تعوضيه عن ايه الفترة الطويلة اللي انتي سبتيه وانتي بعيدة عنه.